برج الحوت المائي الجميل، خلال شهر 2 الشمس هتنتقل ليكم إن شاء الله، بس بتاريخ 21/2. أما الآن فالشمس موجودة في برج الدلو. طبعا أنا عارفة إن برج الحوت الفترة دي بيمر بضغط عصبي شديد جدا، وبتوتر وبتعب وبإرهاق وبكل حاجة، بس نستحمل مع بعض شوية صغيرة. الدنيا على فكرة هتختلف معاكم تماما من بعد 14 2، لأن عطارد هينتقل من برج الدلو وهيكون عندكم انتوا في برج الحوت، واحنا زي ما احنا عارفين عطارد للشرطان، فالدنيا هتبتدي تتغير معاكم من يوم 14/2. أما بالنسبة لتواجد المريخ في برج السرطان ومتراجع، أنا عارفة إن ده بيمثل بالنسبة لكم يا برج الحوت الضغط كله والعصبية والتوتر والاضطراب وكل الحاجات دي، لكن كل ده هينتهي بتاريخ 6/2، لأنه المريخ هيبتدي ياخد موقعه أو ياخد اتجاهه الصحيح. هيفضل طبعا موجود برضه في برج السرطان، لكن هيكون ماشي في اتجاهه، يعني في تقدم، هتبتدي الأحمال تخف عنك كتير يا برج الحوت. اما بخصوص الشمس وتواجدها في برج الحوت، ومع مع يعني نقدر نقول لك برضو ان انت عندك انفراجه، ميلاد القمر هيكون موجود عندك انت في برج الحوت، هيكون يوم 31/1، فده بيدي لك دعم كبير جدا يا برج الحوت. احنا حركه القمر عندنا بتتغير كل يومين او كل يومين ونص تقريبا، فده بيدي لك دعم في ايام بتبقى موجوده في واقع داعم ليك، ايام تانية لا، لكن المره دي ميلاد القمر موجود عندك. اعتقد ان انت هتبتدي حاجه جديده يا برج الحوت خلال هذه الفتره، اي حاجه هتسعى اليها خلال هذا الوقت او خلال هذه الايام، او يعني في بدايه ميلاد القمر، هتكون ان شاء الله باذن الله ميسره وموفق فيها ان شاء الله وباذن الله. اما عن تواجد الشمس في برج الدلو، ده طبعا لانه في بيتك ال 12 بيمثل ضغط نفسي جامد جدا عليك، بيمثل ضغط عصبي. ممكن منكم على فكره من يتعرض الى الديون، منكم من يتعرض الى ممكن المشكلات، او ممكن كمان الى حوادث الطرق. احذروا يا برج الحوت على انفسكم، وخلوا بالكم وانتم ماشيين في الطريق، نمشي على مهلنا وما نسوقش بسرعه، لان ممكن جدا نتعرض لده. اللي منكم كان مستني سفر او مستني لحاجه معينه ليها علاقه بانتقال من مكان الى مكان، ممكن تتاجل شويه او ممكن تتاخر، يعني ممكن ما تتمش خلال الثلثين الاولانيين من الشهر، يعني ممكن نبتدي نستناهم من بعد 21/2 ان شاء الله. اما عن الناس اللي كانت مستنيه قضايا او كانت مستنيه حاجه ليها علاقه بالنيابه او بالقضاء او كده، لا، ارجو ان انتوا تحاولوا تاجلوها الى الثلث الاخير من الشهر. بعدها الشمس هتنتقل الى برج الحوت، هتيجي عندك، هتبتدي ترتاح وتهدى من يوم 21/2، تبتدي الدنيا تهدى معاك تماما، وتبتدي تحس ان الدنيا بتتغير معاك، تحس ان الدنيا فيها هدوء الى حد كبير جدا جدا، خصوصا كمان مع المريخ اللي هيمشي في اتجاهه الصحيح، عطارد اللي هيكون موجود عندك، كل ده هيدي لك دعم قوي جدا جدا يا برج الحوت. لكن ما تبداوش مشاريع غير من بعد 21/2، ما تبداوش اي حاجه جديده، بلاش شراء اي جديد لغايه 21/2. يا ريت اي مشاكل حاولوا ان انتوا تعدوها بهدوء وبسلاسه، ما تحاولوش ان انتوا تخشوا في اي مشكلات او في اي نزاعات او في اي شيء، خصوصا في الثلثين الاولانيين من الشهر، لان ممكن النتيجه ما تكونش في صالحكم في النهايه. اكتمال القمر هيكون يوم 2 يوم 12/2 ان شاء الله، وهيكون في برج الاسد. واتمنى ان شاء الله لكل اصدقائنا الحيتان ان الدنيا تكون معاهم كويسه، ويكون شهر مبارك وسعيد عليكم يا رب ويعدي بالخير. كان معاكم ساره فوده، خبيره الفلك والطاقه والتاروت. سلام.